زي ما جربت وصفات السمك في القلاية الهوائية وعجبتكم جدا، هنجرب النهاردة وصفات الجمبري بناء على طلبكم. هنعمل الجمبري مشوي ومقلي، وكمان الجمبري بالخلطة وباتر فلاي، وطاجن مكرونة بالجمبري غرقان في الوايت صوص هعمله برضو في الاير فراير. وفي اخر الفيديو هعمل شوية رز صيادية بالجمبري بالطريقة الأصلية بتاعت زمان، وهقول لكم بصراحة ايه الوصفات اللي عجبتني وايه الوصفات اللي مش هكرر ان اعملها تاني في الاير فراير. ولو اول مرة تشوفوني، انا قناة سو لايف، هتلاقي عندي كل وصفات الاير فراير. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديدة. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو. اول واهم حاجة تنظيف الجمبري كويس، ونشيل الكيس الرملي اللي في ظهر الجمبري. للبنات اللي لسه جديدة في المطبخ، هتجيبي خلة خشب وتيجي عند اي عقلة في الجمبري وتدخليها بالشكل ده وتسحبي بالراحة، هيطلع معاكي الكيس الرملي كله. وبغسل الجمبري كويس تحت المية، وبقص اي زوايد وارجع اغسله تاني بميه فيها ملح وليمون. الجمبري ما بيتنقعش، احنا بنغسله كذا مره عشان اي رمله فيه تنزل وما يكونش فيه اي ريحه زفاره. وبعدين اسيبه يتصفى كويس جدا من الميه على ما اعمل التتبيله. هبدا الاول بالجمبري المشوي والجمبري بالخلطه. توم مفروم وعصير ليمون، ملح فلفل كمون كزبره شطه بابريكا، ومعلقه كبيره من الصلصه ومعلقه كبيره من زيت الزيتون. وممكن تحطي معلقه صغيره من هريسه الشطه لو بتحبيه سبايسي. وهحط الجمبري واقلبه كويس واسيبه نص ساعه عشان يشرب من التتبيله. وبعدين جبت اسياخ الخشب بتاعه الشيش وقصيتها على مقاس اصغر من شبكه الاير فراير. وابدأي رصي الجمبري بالشكل اللي يعجبك. انا هحط على الشبكه ورق فويل عشان مش عايزه يجي عليها حاجه، وانتوا كمان ما بتحبوش تغسلوا الاير فراير كتير، فالطريقه دي هتسهل عليكي. وممكن تحطي ورقتين فوق بعض عشان تتاكدي ان مفيش حاجه تيجي خالص على الشبكه. ومش هحط عليه ورق زبده لان الجمبري ده بقشره، لكن لو الجمبري مقشر لازم تحطي عليه ورق زبده عشان الاكل ما يلمس ورق الفويل. ومهم جدا ورق الفويل ما يعديش علامه الماكس اللي مرسومه على جناب الشبكه، واتني الطرف بتاعه لجوه زي ما شفتيني عملت. ورصيت اسياخ الجمبري اللي هنشويها، ودي الكميه اللي اخدتها الاير فراير في المره الواحده. وهختار برنامج السمك على درجه حراره 200، او ممكن تظبطي الحراره والوقت من غير برنامج. بعد 5 دقايق تعالوا نبص عليه، حاسه ان لسه شويه، هسيبه كمان دقيقتين من غير ما اقلبه. وده شكله بعد 7 دقايق. هقلبه على الناحيه التانية واشغل كمان 5 دقايق. وطبعا الوقت حسب حجم الجمبري والكميه. الجمبري ما بياخدش وقت كتير، لازم تتابعيه عشان ما تسيبوش وقت زيادة ويجلد منك. الجمبري اللي معايا كان حجم وسط، اخد اجمالي الوقت 12 دقيقة على درجة حرارة 200. لكن لو حجم الجمبري صغير مش هياخد اكتر من 7 او 8 دقايق بالكتير. عشان كده بقولك لازم تتابعيه. وممكن تقشري الجمبري وتعمليه بنفس التتبيلة وتشويه، بس الجمبري المقشر برضه هياخد وقت اقل. الجمبري المشوي في الاير فراير عجبني جدا، وورق الفويل خلى الشبكه ما يجيش عليها اي حاجه، بس طبعا هغسل الاير فراير بعد ما اخلص عشان ما يبقاش فيها اي ريحه. باقي كميه الجمبري اللي احنا تبلناه هعمله جمبري بالخلطه. قطعت عليه الخضار، بصل، طماطم، فلفل الوان، فلفل حار، وتقدروا تضيفوا عليه كمان معلقه كبيره صلصه مدوباها في ربع كوبايه ميه لو انت بتحبي يكون فيه صوص تحت الجمبري. لكن انا ما حطيتش، بكتفي بالصوص اللي بينزل من الخضار والجمبري. حطيت الجمبري بالخلطه على نفس ورقه الفويل اللي انا شاويه عليها الجمبري، وتقدري تحطيه على طبق من اطباق الفويل الالومنيوم وتقدميه فيها. وهختار برنامج السمك وهشوف هياخد وقت قد ايه. وكل 5 دقايق هفتح عليه اقلبه. شايفين انا ما كنتش حاطه ميه خالص. الجمبري بالخلطه اخد معايا 14 دقيقه على درجه حراره 200. وزي ما قلتلك، لو الجمبري حجمه اصغر من كده هياخد وقت اقل، ولو حجمه اكبر هياخد وقت اكتر. الوقت دايما بيكون نسبي حسب حجم الجمبري وحسب الكميه اللي انت حطاها. ايه رأيكم؟ الجمبري بالخلطة كان شكله وريحته تحفة. ويلا بينا نعمل الجمبري الباتر فلاي. انا دايما كنت بعمله في الطاسة، لكن المرة دي هجرب اعمله في الاير فراير لأول مرة. التتبيلة: توم مفروم، عصير ليمون، ملح، رشة بسيطة فلفل، كمون، كزبرة، بابريكا، شطة، ومعلقة صلصة، معلقة زيت زيتون، معلقة صغيرة من الصويا صوص. الجمبري الباتر فلاي شايلة الراس وفتحاه من الظهر بالشكل ده. هحطه في التتبيلة، والمرة دي هرص الجمبري في طبق فويل ألمونيوم. حطيت فيها شرايح بصل وشرايح ليمون، وهبدأ أرص الجمبري جنب بعض، وأحط شوية من التتبيلة. لو هتستخدمي أطباق فويل ألمونيوم في الإير فراير لازم تتني الطروف بالشكل ده عشان ما تجرحيش الشبكة وانتي بتحطيها في الإير فراير. المرة دي مش هختار برنامج، هختار يدوي زي ما قلتلكم. ممكن تختاري يدوي. هختار 5 دقايق على درجة حرارة 200. فتحت عليها، حسيت ان لسه شوية كمان، هزود كمان دقيقتين. يعني كده الجمبري اخد 7 دقايق بس، وهنطلعه عشان نحط عليه الصوص. معلقة صغيرة من الزبدة حطيت عليها توم مفروم، ومعلقة مستردة، وعصير ليمون،
ورشة من الملح والفلفل والبابريكا، ونص كوباية من كريمة الطبخ. لو ما فيش كريمة ممكن تستبدليه بالدقيق واللبن. وفي الآخر بعد ما اطفي على الصوص هحط شوية من الشبت المفروم ناعم. المقطع ده طلع ما تصورش، أنا حطيت الصوص على الجمبري ووزعت شوية جبنة موتزاريلا ورشة كده من البابريكا والشطة على الوش. أخدت 4 دقايق بس على درجة حرارة 200 وطلعت بالشكل ده. الجمبري بالطريقة دي كانت تجربة حلوة من باب التغيير، لكن ممكن تعمليه في الطاسة عادي جدا، مش محتاج ان تعمليه في الاير فراير. نيجي بقى لأكتر وصفة انتوا مستنيينها، الجمبري المقلي. انا جربته كذا مرة في الاير فراير بكذا طريقة عشان اوصل لأفضل نتيجة تكون قريبة للطعم اللي احنا متعودين عليه وشكله معقول وبزيت قليل. نضفت الجمبري وقشرته وشيلت الكيس الرملي وسبت جزء من الديل بالشكل ده. انا مش عايزة لما اقلي الجمبري يلف كده، فهعمل بالسكينة تشريحات بسيطة في الجمبري من جوه عشان يبقى شكله مفرود وما يلفش لما اقليه. معايا هنا كيلو جمبري، اخدت منهم شوية عشان اعمل طاجن مكرونة بالجمبري وايت صوص. يعني التتبيلة دي لحوالي 3/4 كيلو جمبري. ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة كزبرة، ربع معلقة صغيرة من البابريكا والكركم والشطة. ما تزودوش البهارات عشان ما تغيرش طعم الجمبري، وطبعا حطي البهارات بتاعتك على حسب الكمية اللي انت عاملاها. وهحط كمان عصير نص ليمونة، وزودت كمان شوية من التوم البودر وفصين توم مفرومين ناعم، ممكن تحطي توم مفروم بس أو توم بودر بس، ونص معلقة صغيرة مستردة لو عندك. البهارات دي هحط عليها نص كوباية دقيق ومعلقة كبيرة نشا ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهقلبهم كويس واضيف عليهم مية بالتدريج عشان عايزة أعمل قوام لا هو تقيل ولا هو خفيف زي ما بنعمل الستريبس بالظبط. وهنزل عليه بالجمبري اللي أنا غسلاه ومصفياه كويس من المية واسيبه في التتبيله حوالي نص ساعه، او ممكن تعمليه على طول براحتك. الخطوه اللي بعد كده المفروض ان احنا بنعمل كفر الجمبري بالدقيق وعليه معلقه نشا زي طريقه الجمبري المقلي اللي كنا بنعمله في الزيت. انا جربت الطريقه اللي بالدقيق، هوريكم النتيجه كانت عامله ازاي. سخنت الاير فراير زي ما متعودين ودهنت الشبكه زيت ورصيت الجمبري ودهنته زيت كويس، ودي كانت النتيجه. كتير منه كان لازق في الاير فراير، واللون زي ما انتم شايفين الكفر بتاع الدقيق بيطلع ناشف زي الستريبس. لما كنت عاملاه بطريقه الدقيق برضو ما عجبنيش في الاير فراير، لا شكل ولا لون اللي احنا متعودين عليه بصراحه. طبعا الاكل اذواق، ممكن يعجب حد تاني غيري، لكن انا بالنسبه لي طريقه الجمبري اللي هتتعمل بكفر دقيق مش هعملها تاني في الاير فراير. افضل حاجه الكفر الجمبري مقرمش جدا هو البانكو الياباني، بقسماط ياباني معمول مخصوص للجمبري، حتى هتلاقي عليه صوره جمبري كريسبي. انا ما كنتش لاقياه وقت ما صورت الفيديو، لكن بعد كده لقيته في فتح الله. لما ما لقيتش البانكو الياباني عملت الكفر ببقسماط ناعم على بقسماط كريسبي، وممكن تضيفي عليهم شويه من الفيجيتار او تحطي رشه من كل البهارات اللي حطيتيها على الجمبري. وهبدا اعمل كفر الجمبري. الخليط مغطي الجمبري من كل الجهات، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي يقع من على الجمبري. هخلص الجمبري كله وارصه على صينيه وادخله الفريزر حوالي نص ساعه عشان الكفر يمسك اكتر على الجمبري. وبعد كده هتطلعيه من الفريزر ترشي عليه زيت او تدهنيه بالفرشه، اعملي الطريقه اللي تريحك. ونيجي بقى للاير فراير. زي ما متعودين قبل المقليات لازم نسخن الاير فراير دقيقتين على درجه حراره 200، وهدهن الشبكه زيت وارص الجمبري. طبعا الجمبري المقلي هعمله على الشبكه مباشر عشان يطلع مقرمش. وهختار برنامج السمك اللي هو على درجه حراره 200، وممكن تختاري من غير برنامج خالص. اظبطي الحراره على درجه حراره 200 والوقت حسب حجم الجمبري، 8 دقايق 10 دقايق، ممكن اقل لو الجمبري اصغر. اهم حاجه في الجمبري المقلي زي ما قلنا على السمك المقلي برضو، ما تقلبوهوش غير لما يمسك نفسه عشان الكفر ما يبقاش لسه طري ويلزق في الاير فراير ويتفك منك. وتعاملي معاه بالراحه لان الجمبري اطرى كمان من السمك. السمك المقلي بيكون ماسك نفسه شويه عن الجمبري. انا قلبت الجمبري بعد حوالي 6 دقايق ولقيت اجزاء لونها ابيض في الجهه التانية، فرشتها كمان رشه زيت عشان تاخد لون حلو. وكده اجمالي الوقت للجمبري المقلي الحجم الوسط اللي زي ده اخد مني 8 دقايق على درجه حراره 200. ومع اني كنت عاملاه بالبقسماط العادي بس طعمه عجبني اكتر بكتير من اللي كان معمول بالدقيق. وحطيت باقي كميه الجمبري وظبطت برضو 8 دقايق على درجه حراره 200، لكن المره دي اخد معايا 10 دقايق عشان كميه الجمبري كانت اكتر شويه وحجم الجمبري كان اكبر. الجمبري بالطريقه دي عجبني اكتر، وقدمت جنبه طاجن مكرونه بالجمبري وايت صوص. لو عايزين تشوفوها كملوا معايا الفيديو. عملتها برضو في الاير فراير. هبدا الاول اسلق المكرونه في حله على النار، حطيت ميه ومعلقه ملح، وهسلق كميه المكرونه على قد الطاجن اللي انا هعمله، وهسيب المكرونه تتسلق 3/4 سوا بس. وبعدين هبدا اعمل الصوص، معلقه زيت عليها معلقه زبده، وهنزل ببصله صغيره متقطعه صغير. لما البصله تبدا تدبل هنزل بمعلقه من الثوم المفروم ناعم، وممكن تعمليه بثوم بس من غير بصل زي ما انت حابه.
التوم تبدأ تظهر ريحته، هنزل بالجمبري ده حوالي ربع كيلو اللي كنت سايباه على جنب وانا بعمل الجمبري المقلي. وهنضيف البهارات بتاعتنا، ملح، فلفل، بابريكا، رشة من الكمون. واول ما بياخد اللون الجميل ده بنطلعه على طول. ومكان الجمبري عندي لسه فيه زبدة، فهنزل بمعلقة زبدة كمان ومعلقتين دقيق، زي ما بنعمل البشاميل بالظبط. معلقتين الزبدة عليهم معلقتين دقيق عليهم كوبايتين لبن، بس انا عايزة القوام يكون اخف من البشاميل، فضفت نص كوباية من مية سلق المكرونة. وبنزل باللبن شوية بشوية مع التقليب المستمر. الطريقة دي بتضمني ان يطلع معاكي القوام كريمي وما يكلكعش منك. وتقدري تعملي بدل اللبن بكريمة الطهي لو عندك. وبعدين هضيف المكرونة بعد ما صفتها كويس. ودلوقتي هدوقها عشان اظبط الملح واحط كمان رشة من الفلفل. لما الصوص يبدأ يتقل هنزل بالجمبري وشوية من الجبنة الموتزاريلا او ميكس الجبن، بيدي مطة حلوة قوي في الطاجن. وشوية من الشبت المفروم ناعم، انا ما كانش عندي. وضفت كمان شوية من الفلفل الألوان متقطع صغير، وهسيب الباقي عشان أحط على وش الطاجن. المكرونة بقى قوامها حلو جدا، هنزل بيها في طاجن أو صينية بايركس، وتقدري تعمليها في الفرن أو في الإير فراير. وزي ما قلت لكم قبل كده، قبل ما أحط أي صينية أو طاجن في الإير فراير بحط مفرش السيليكون المخرم ده أو ورقة زبدة لو مش عندك، عشان ما تجرحيش الشبكة، لأن مع حركة الدرج الحاجة بتتحرك جوه فبتجرح الشبكة. الصينية البايركس دي عندي مقاس 18 سنتي، أو ممكن طاجن برضو نفس المقاس أو أكبر حسب مقاس شبكة الإير فراير عندك. ولو ما عندكيش صينية أو طاجن بنفس المقاس ممكن تعمليها في طبق فويل ألمونيوم. وهحط على الوش شوية من الفلفل الألوان، هو مش ضروري بس شكله حلو في الطاجن، وجبنة موتزاريلا أو ميكس جبن. كل حاجة في الطاجن مستوية، مجرد إن أنا عايزة الجبنة تسيح وياخد لون. فاخترت الوقت 10 دقايق على درجة حرارة 180، وما أخدتش الوقت كله، أخدت 7 دقايق بس. وممكن برضو تعملوها على درجة حرارة 200، لكن لو عاملة أي طاجن 3/4 سوا قللي الحرارة على 160 على ما يستوى كويس من جوه، وبعدين علي الحرارة في الآخر عشان ياخد لون. ودلوقتي هنعمل الرز الصيادية بالطريقة الأصلية بتاعت زمان. حطيت شوية زيت وبصلة كبيرة متقطعة، وهنحمر البصلة كويس جدا لغاية ما توصل لآخر درجة في اللون البني، لكن ما تسيبهاش توصل للون الأسود عشان ما تتحرقش وتمرر منك. وهنزل عليها بنص كوباية مية واسيبها تغلي كويس جدا عشان ناخد كل اللون اللي في البصلة. رز الصيادية بالطريقة الأصلية ما بتحطش فيه سكر، بنعتمد على لون البصلة بس. درجة لون البصل هو اللي بيفرق في لون الرز. والبهارات الأساسية للرز ملح وكمون ورشة فلفل ورشة كزبرة ورشة توم باودر أو معلقة صغيرة من تتبيلة السمك. وبحب أحط شوية شطة بس ده اختياري، وممكن كمان رشة قرفة وفص حبهان واحد، دول اختياري. وطماطمية صغيرة مبشورة أو معلقة صغيرة صلصة. وهنزل عليهم بكوبايتين من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس، ولكل كوباية رز كوباية من المية السخنة. وهغطي على الرز لغاية ما يشرب ميته. واكيد لاحظتوا ان انا لسه ما حطيتش الجمبري في الرز، لان احنا في المحافظات الساحليه بنعمل الرز بالجمبري الصغير ده زي اللي بنعمل بيه الكفته. لو كنت حطيته من الاول كان هينشف جدا ويجلد ومش هيبان في الرز خالص، لكن لو هتعملي بجمبري كبير ممكن عادي تحطيه من الاول. انا حطيت الجمبري في طاسه سخنه من غير اي ماده دهنيه، مجرد بس انشف ميته ولونه يتغير. وبعد ما الرز شرب ميته هحط عليه الجمبري وهدي النار خالص عشان يكمل تسويه. وبس كده هيطلع معاكي احلى رز صياديه بالجمبري، مفلفل ولونه حلو وطعمه وريحته تحفه. والجمبري زي ما انت شايفه ظاهر في الرز ولسه طري، ما جلتش ولا نشف. جربوا رز الجمبري الصياديه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. وما تنسوش اللايك واكتبوا لي رايكم في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.